يا صباح الخير. انا سمر ودي قناتي. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الزبادي اليوناني جميل جدا بكل اسراره، وازاي يطلع كريمي معاكي وازاي يطلع مفيهوش ميه. جميل جدا. عايزه اقول لكم ان الزبادي الكريمي بيتباع في المحلات بره غالي جدا طبعا، وفي ظل الاسعار الغاليه دي مش قادره اقول لكم السعر بكام. زي ما انتم شايفينه كده هنعمله بطريقه سهله وبسيطه. وعايزه اقول لكم الفرق بين الزبادي اليوناني والزبادي العادي. الزبادي العادي حلو جدا وفيه كالسيوم. الزبادي اليوناني بقى فيه فوائد اكتر، قليل السعرات الحراريه، وكمان البروتين فيه عالي جدا، فبيبقى احلى ومغذي لمرضى السكر واللي بيعملوا دايت. يلا نبدا الوصفه ونقول بسم الله. معايا كيلو لبن حطيته على النار لغايه ما غلي، هسيبه لغايه ما يهدى، وبعدين احط صباعي فيه. لو طقت الحراره عديت من 1 ل10 وطقت الحراره يبقى هو كده تمام وجاهز للاستعمال. زي ما انتم شايفينه معايا كوبايه زبادي اي نوع انت حباه. جبت دور وهنزل فيه بالكوبايه الزبادي كده، وهبدا انعمها كويس جدا لغايه ما تنعم معايا خالص كده. هي نعمت معايا. هبدأ بقى انزل عليها بشوية لبن واقلبها تاني لغاية ما تبقى سايلة. ليه بعمل كده؟ عشان الزبادي ينعم معايا خالص، ما يبقاش فيه اي تكتل في اللبن واحنا حاطينه. الزبادي اليوناني ده يا جماعة مفيد جدا وحلو جدا، بس للأسف بيتباع في المحلات غالي. زي ما انت شايفة كده انا بقلبه كويس جدا لغاية الزبادي ما يبقى سايل معايا. جبت اللبن وحطيت صباعي فيه وعديت من 1 ل10. حسيت ان درجة الحرارة بتاعته انا طايقاها، فهبدأ انزل بالزبادي عليه كده زي ما انتم شايفين. وهضربه بقى بالمضرب كده لغاية ما كل المكونات تتجانس مع بعض، اللبن مع الزبادي كده، وما يبقاش فيه اي تكتلات خالص لغاية ما ينعم معايا خالص، ما يبقاش فيه اي تكتلات. بس كده هبدأ بقى اغطيه بستريتش راب وادخله الفرن، بس هكون مولعه الفرن قبلها بربع ساعة على درجة حرارة 150 واطفيه. ادخله لمدة 8 ساعات، وكل ساعتين كده ولا حاجة اولع الفرن من 10 ثواني ل15 ثانية واطفي عليه عشان الزبادي يتخمر كويس. وهغطيه كمان بفوطة وهدخله لمدة 8 ساعات وما افتحش الفرن خالص، حتى لو ولعته ما افتحش الفرن. بعد ما طلع من الفرن كده زي ما انتم شايفين، ما تفتحيش عليه الفرن ليه؟ عشان ما يبص وما تحركوهوش، ممكن يبوظ معاك. زي ما انت شايفه كده الزبادي جمد خالص تمام، ما فيهوش اي حاجه ولا ميه ولا اي حاجه خالص ولا اي سوائل. جبت مصفى وهنبدا نصفيه بقى. نحط عليه قطعه شاشه كده تكون خرومها ضيقه، وهبدا بقى انزل بالزبادي. بصوا الزبادي عامل ازاي، جميل جدا. هنبدأ بقى نحطه ونصفيه. انت ممكن تطلعيه تحطيه في التلاجة، بس انا هستخدمه كده على طول، اصفيه وبعدين احطه في التلاجة. هبدأ بقى اربط الشاشة كويس. هتقولي ده قريب من اللبنة يا جماعة. قريب من اللبنة، بس اللبنة بتبقى اتقل، القوام بتاعها بيبقى اتقل بكتير عن الزبادي. هبدأ اصفيه كده واربطه واحطه في المصفى وفي التلاجة لغاية ما يصفي المية بتاعته خالص، وبعدين نبدأ نستخدمه. بعد ما طلع من التلاجة وصفى المية بتاعته خالص، بصوا تحسوا ان هو جامد ازاي معايا. وصفى المية دي طبعا هتحتفظ بيها زي ما قلت لكم، دي كنز نحتفظ بيها في الفريزر، ونستخدمها في المعجنات او المخبوزات اللي احنا هنستخدمها، اللي احنا هنعملها يعني. بعد ما فتحت عليه بصوا بقى عامل كتلة واحدة ازاي. هنزل كل اللي في الجوانب دي، وبعد كده نبدأ نضربه كده شوية عشان يفك معايا. هنزل بيه في البولة كده، هنزل عليه بشويه ميه صغيره من اللي نزلوا منه، وهبدا بقى اضرب اطحنه بالهاند بلندر كده. يعني انعمه بالهاند بلندر خالص. بصوا بيتحرك معايا ازاي. انا بنعمه عشان يبقى كريمي معايا.
وبعد كده برضو هبدأ اقلب فيه بالمعلقة شوية لغاية ما يفك خالص زي ما انتم شايفين. بصوا ناعم ازاي ولمع كده وبقى ابيض قوي كده. وبصوا قوامه جامد جدا، ما بينزلش من المعلقة بسهولة، ما فيهوش مية. قوامه كريمي كده، عامل زي القشطة الفلاحي يا جماعة. عارفين القشطة الفلاحي؟ هو زيها بالظبط كده. رائع. الزبادي زي ما قلنا مفيد، ومفيد لمرضى السكر، ومفيد اللي بيعملوا دايت، فيه بروتين عالي وسعراته الحرارية قليلة جدا. جميل. هبدأ بقى افضيه في البولات. هو الزبادي اليوناني يا جماعة ما بياخدش، ما بيبقاش فيه بولات كتير. ليه؟ هو 3 بولات بس لو الحجم اصغر من دي، وبولتين بحجم البولة اللي انا حاطة فيها دي. غير الزبادي العادي. الزبادي العادي الكيلو بيعمل 8 كوبايات. 8 كوبايات طبعا. زي ما انت شايفه كده انا نزلته كده. هو حتى مش راضي يتهز. بصي بينزل من المعلقة بصعوبة. انا بهزه كده عشان ايه يتفرد في قلب البولة بقى بالشكل الجميل ده زي ما انتم شايفينه كده. واحلى زبادي يوناني ممكن تاكليه. طبعا بصوا لونه كريمي ازاي وبيلمع جميل جدا، ما فيهوش ميه، ما فيهوش اي تكتلات، ما فيهوش اي حاجه. احلى زبادي ممكن تاكليه يوناني والله. هوريكم بقى ايه شكله والنعوميه اللي هو فيها. بصوا هو كريمي قوي ازاي. بصوا عامل ازاي جميل. وبصوا ما بيقعش من المعلقه خالص ازاي، ما فيهوش ميه، وكريمي وحلو وجميل جدا زي ما انتم شايفينه. بألف هنا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.